أدهم ابن سيد الناس اتقتل. ومين اللي قتله؟ مجدي أخوه. السلام عليكم. عايز أقول لكم مسلسل سيد الناس الحلقة جامدة جدا. بدأت بإن أمه وإخواته راحوا له المستشفى، لقوه ساب المستشفى ومشي. وبنت أحمد زاهر اللي هي حبيبة أدهم واقفة بتعيط، وأدهم مرمي على الأرض ومضروب رصاصة في دماغه وبتعيط. ولكن اللي حصل ان مجدي كلمها في التليفون وقال لها عايزك انتي وادهم علشان آه، اقول لكم حاجة مهمة. وفعلا بيروحوا يقابلوا مجدي بيضربه بالرصاصة في دماغه. ولكن الطبيب الشرعي هيثبت ان الرصاصة هي بتقول ان هي اتضربت من مكان بعيد، والطب الشرعي هيثبت ان هي اتضربت من مكان قريب، وهيتقبض على بنت الجباس. ومن جنب تاني طبعا لما امه واهله كلهم بيعرفوا ان ادهم اتقتل، وطبعا اخوه الطيب الغلبان، رياكشنات لكل الممثلين. وعايز اقول لكم حلقة قوية جدا بجد. يعني انت كمشاهد هتبكي لما تتفرج عليها. حلقة قوية جدا جدا جدا. امه تبكي واخوه رياكشنات فعلا. الانسان اللي عنده توحد واللي حاسس بان هو في حد مفتقده قريب منه. ومن جنب تاني من ناحية تانية طبعا اخو الهام شاهين في الحقيقة اللي صل هو على عليه محمد. السلام، صلى على النبي. اللي هو ابن عم سيد الناس بيبكي من قلبه. وعايز اقول لكم كده الحلقة كلها دراما في دراما. ومن جنب تاني عايز اقول لكم بقى الاهم ان ابن عمه سيد الناس راح له السجن. وطبعا امين الشرطة دخل على سيد الناس قال له المأمور عايزك، فبيقول له في حاجة. فبص له سكت، فدخل لقى ابن عمه قال له في ايه؟ قال له البقاء لله. قال له مين اللي مات من عندي يا كذا؟ قال له ادهم اتقتل. عايز اقول لكم رياكشن من عمرو سعد بجد انا افتكرته ان هو ابوه في الحقيقة. رياكشن رهيب 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 يا جماعة. وتقريبا اكتر مشهد عجبني في تمثيل عمرو سعد في المسلسل كله هو المشهد اللي اطلق اللي لما عرف فيه ان ابنه اتقتل. ومن ناحية تانية بقى عايز اقول لكم ان سيد الناس دخل السجن وفضل يهبط والكلام دوت. ومن جنب تاني منى فضالي بتقول لبنتها اللي هي بنت احمد زاهر، بتقول لها طب انتي كنت رايحه المكان دوت ليه انتي وهو؟ فبدات عينيها تغرب وتروح يمين وشمال. فطبعا امها شكت فيها وانا كمان شكت فيها، وهي مخبيه حاجه. وكمان مجدي راح لسيد الناس السجن وقال له شفت بقى فراق الحبايب بيكسر ولا ما بيكسرش؟ فبيقول له انت اللي قتلت ادهم يا مجدي. فبيبص له بغل وبغيرة. وعايز اقول لكم سيدي الناس هيعترف بالحقيقة بان فتحية هي اللي ذبحت مجدي، وهيوصف لهم على مكانها فين. وللأسف ان الناس هربت او خفت فتحية في مكان سيدي الناس ما يعرفوهوش. وطبعا هتبدأ الحلقات بان هيتقبض والحقيقة تتعرف، وهتقبض على فتحية. وحلقة تبقى قوية قوية جدا يعني. فاشتركوا في قناة أحمد الباجوري وبيج الفيسبوك تيم الباجوري والتيك توك المخرج أحمد الباجوري، واستنوا كل الحلقات الجديدة. واستنوا فيديوهاتنا على قناة أحمد الباجوري، والتيك توك المخرج أحمد الباجوري، والفيسبوك تيم الباجوري. السلام عليكم.